أهلا وسهلا بحضراتكم مع حالة جديدة من حالات مؤسسة فذكر نتعرف عليها هنا في عزبة صالح، قرية قفطان الغربية، مركز سمسطة، محافظة بني سويف. نسمع كده من الحالة ونتعرف على ظروفها من الحالة مباشرة. معايا 3 أولاد بنات كلهم على وش جواز، ومعيش ان انا اجهزهم، وشغالة في الطماطم، وفي الموسم ما ببقى شغالة في الفلفل. الشوال ب5 جنيه، وكان فيهم واحدة منهم مخطوبة وعملت عشان الجهاز وكده، والتانية مش راضية تتخطب عشان خايفة برضو لا تتفشكل زي اختها، وانا معيش ان انا اجهزهم وكده، لدرجة ان انا اقسم بالله بتكلم بجد وبتكلم من قلبي وحياة ولادي ان انا فعلا ان انا كنت هتبرع بكليتي، ان انا كنت اسطر بناتي. اقسم بالله كمان مرة حياة ولادي ورحمة جوزي ان انا فعلا كنت هعمل كده. بتيجي عليا ايام ببيت من غير عشاء ومن غير اكل انا وعيالي، بسبب ان الظروف وحشة، الدنيا مش عاملة معايا خالص، وعليا ديون بسبب ان انا جايبة حاجات رفيعة عشان اعرف اسطرها، ومش عارفة برضه اسدد الديون دي برضه عليا. انا لوحدي ام وراجل وكل حاجة، ما فيش حد يساعد معايا، ماليش الا ربنا. في دخل يا حاجة ليكي غير الشغل في الطماطم؟ لا، ماليش دخل خالص، هو شغل الطماطم من الموسم للموسم بس. انت قلتي لي ان الاكل الفلوس سواء ما بتقضيش معاكم. بتبيت من غير اكل انا وعيالي، اقسم بالله كمان مرة زي ما بكلم حضرتك كده بالظبط، ما بكدب عليك في اي كلمة. انت قلبك بيتقطع، قلتي لي لما شفت البنت بتبكي لانها يعني من كثرة الجوع، من شدة الجوع. ايوه، وهي نفسيتها برضو وحشة، ان هي زعلانة برضو ان هي خطيبها سابها، ان انا معيش ان انا فعلا اجهزها. لما انا قلت لهم انا راح اتبرع بكليتي، قالوا لي لا يا ام، احنا عندنا استعداد نقعد كده، بس انت ما تروحيش مننا، انت احنا مش عارفين ان انت مثلا ممكن تتبرعي بكليتك، ممكن يجرالك حاجة، احنا لينا مين بعدك. كنت هتتبرعي بكليتك عشان تسطري بناتك؟ ايوه، اعمل اي حاجة عشان اسطر بناتي. انت خايفة لحسن خطوبتك انت التانية تتفشكل؟ اه طبعا. ايوه طبعا، وعندي اختي التانية برضو خايفة ان مش عارفين ان كذا حد يخش لها ويتقدم عليها ما يرضاش، عشان حالتي انا كل شوية تفشكل وبيحصل مشاكل في انت ناقصك ايه في الجهاز؟ الغسالة، التلاجة، المطبخ، الأجهزة الكهربائية. يعني نناشد اهل الفضل واهل الخير ان هذه البنت وهذه الاخت العروسة محتاجين لها الاجهزة الكهربائية، زائد ان البيت محتاجين هنا سقف، ومحتاجين في الاوضة اللي جوه سقف، واحنا عملنا سقفنا بفضل الله عز وجل اوضة او صالة، ومحتاجين نكمل ان شاء الله، ومحتاجين نمد يد العون لهؤلاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم، وجزى الله القائمين على مؤسسة فذكر خير الجزاء. إلى أن أراكم في حالة جديدة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.